عمل شغل كويس وما كانش موفق في النتائج اللي اتعملت في الفتره الاخيره، ومشي برضه باسلوب غير لائق تماما بتاريخ حمزه. مش هقول كمدرب ولكن كراجل عاشر مجموعه من المدربين الجيدين في خلال مشواره التدريبي. كلام محترم. الحاجه المهمه في المباراه لازم نحترم كلام كابتن ابراهيم يوسف في البدايه لما قال ان النادي المصري ما احترمش فريق سموحه وما كانش فيه تركيز اساسا للمباراه دي واستسهلوها، ودي كانت من الاسباب الرئيسيه في خساره النادي المصري النهارده. كابتن ابراهيم مالك المانشيتات الفنيه بصراحه، يعني الماتش اللي فات الناريه او الناريه لما قال حرس الحدود والله زمان يا حرس، كلام مظبوط. والنهارده في اول المباراه بيقول المصري فعلا نتعلم منه الحقيقه. لا بامانه يعني بنسعد بكابتن ابراهيم. نرجع بقى لكابتن ابراهيم ونادي سموحه. يا كابتن احنا هنقول المصري واداء وتخاذل من اللاعبين، لكن مش عاوزين نظلم حق هذا الرجل كابتن حمزه الجمل اللي في اول مباراه رغم صعوبه موقف سموحه بيأدي قدام فريق صعب جدا برضه المصري في ملعبه ببورسعيد وخارج من اداء جميل امام الزمالك ويفوز 3-1. برضه في هناك ناحيه فنيه لابد ان نتحدث عليها في نادي سموحه. بص يا كابتن احمد، قبل الناحيه الفنيه انا هستعير كلمه من استاذنا ومعلقنا الكبير الكابتن محمود بكر، انها عداله السن. تمام. بالنسبه لحمزه الجمل واللي حصل له، طبعا في كره القدم كل شيء وارد وخصوصا اقاله المدربين. ولكن الحقيقه حمزه الجمل بعد ما خلى شكل لنادي المقاولون العرب وفي عز ما هو فرحان ومنتشي وفخور لقينا خبر إقالة. وزي ما تقول بدون مقدمات المقاولين ما شافش خير من ساعتها. وزي ما تقول برضه حمزة الجمل ربنا اداله، لأني أي حد قبل المباراة لا يمكن يا أحمد يتصور النتيجة دي ولا مع احترام الكامل لفريق سموحة. يكفي أن هو لم يحقق فوزا واحدا حتى الآن في الدوري العام. تمام. سواء على ملعبه أو خارج ملعبه. ولكن أنا بقول إن نتيجة المباراة دي بالذات قبل ما سوء مستوى أداء النادي المصري، وقبل ما أقول توفيق لاعبي نادي سموحة في أداء هذه المباراة تمام. وفي ترجمة الفرص إلى أهداف رغم تألق أمير عبد الحميد زي ما قال محمد غندر، إنما قبل ده وده عدالة السماء عايزة تنصف حمزة الجمل وتقول إن هناك عدل في الحياة، هناك ربنا سبحانه وتعالى يعدل دائما عشان يرفع من روح إنسان في بداية مشوار حياته التدريبي محتاج لهذا الفوز. ممكن جدا إن يخسر سموحة بعد كده، خصوصا إن هو هيلاعب النادي الأهلي وما أدراك ما النادي الأهلي على ملعب اتحاد في استاد اسكندرية. ولكن بقول إن النهارده ربنا كافئ حمزة الجمل بغض النظر عن الفنيات العالية اللي احنا شايفينها مع بعض من نادي سموحة. وسموحة النهارده كمان لاحمد بلال وعصام والافرام وفي حاجه يا كابتن معلش بدون مقطع الكلام عشان يعني انت تعقب عليها فنيا بشكل اكبر مني وافضل مني، ان حتى لو قلنا المعنويات بتاعه المصري بسبب الاحتفالات قلت، طب المصري جاب التعادل، طب ليه ما لحقش نفسه في الشوط الثاني؟ الشوط الثاني منهي بهدفين برضه فكر في الفوز. ما لمش نفسه. وضع طبيعي. زائد انا قلت فيه توفيق غير عادي. فريق النهارده سموحه بيلعب مش خسران حاجه، بيلعب لاثبات الذات، بيلعب دون اي ضغوط. وضع طبيعي جدا ان لو خسر بالمصري بورسعيد ده الطبيعي، مفيش مشكله. عشان كده النهارده كان في حاجه اسمها اوفر كونفيدنس وثقه زائده في اداء النادي المصري، وفي اهتمام واحترام وحرص وعداله من الله سبحانه وتعالى في اداء فريق سموحه. يعني بنبارك لحمزه الجمل على هذا الاداء. يا ريت الزميل ابو رافع خطيب يقدر يجيبوا لنا على التليفون لو امكن. هذا طبعا يعني احدى الهجمات لفريق النادي المصري، طبعا يعني ممكن يكون فيها ركله جزاء يا كابتن ولا ايه؟ دي اكيد ده كابتن محمد دي اكيد ده ركله جزاء فيها شك ان هي ممكن تكون ركله جزاء، لكن طبعا الاخطاء زي ما قلنا وارده في التحكيم. نهايه المباراه بكده طبعا يرتفع رصيد سموحه النقطه كام؟ نقطه 8. هو اقترب قرب نقطه من المقاولين. انا لاحظت حاجه كمان برضو في بعد المباراه ما خلصت يا احمد، ان فريق سموحه مش فرحان قوي، هو بيسجد لربنا سبحانه وتعالى شكر، لان لسه قدامه مشوار طويل، مشوار صعب. هو فوز مهم جدا طبعا وهم محتاجينه جدا في التوقيت ده، يديهم ثقه كبيره جدا في المباريات القادمه. ولكن ليه عملوا كده؟ لانه حاسين ان هم يستحقوا المكسب. مظبوط. يعني حاسين ان هم ادوا ويستحقوا المكسب وربنا كافئهم زي ما قال محمد غندر.